السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عملنا آيس كريم التوت، ما ينفعش نعمله من غير ما نعمل مربى التوت. دي يا حبايبي بقى مربى التوت، مربى كده يعني سبحان الله طعمها مختلف جدا عن جميع المربات. طعمها جميل جدا وغنية جدا بالعناصر الغذائية، ومبتاخدش اي وقت خالص. ودولت يعني يعتبر كوبايتين توت عملوا معايا الكمية دي كلها، عملوا معايا برطمانين اتنين، برطمان صغير وبرطمان كبير والشوية الصغيرين دول. احنا بصراحة ما سبناهاش انها تبرد، يعني كنا مشتاقين لها قوي، كان الطبق الصغنن ده وهي سخنة. كان طعمها جميل جدا، بس بصراحة كل ما بتبرد كل ما بتحلو اكتر. اول حاجه جبت حله على النار، ودولت كوبايتين توت غسلتهم كويس جدا ونضفتهم وحطيتهم كده بالعنق بتاعهم كل حاجه فيهم، وعليهم كوبايه سكر. كوبايه السكر ما تمليهاش قوي عشان ما يبقاش مسكر معاكي قوي، لان التوت اساسا بيبقى مسكر. سبتهم كده على نار متوسطه مش نار عاليه قوي، قعدوا يغلوا كده مع بعض، وايه طلعوا شويه رغاوي كده، قمت انا قعدت اشيلها. لازم تشيليها كده علشان الرغاوي دي بتشيل اي حاجه في التوت مش كويسه، بتبقى في قلب الرغاوي دي. حاولي ان انت تشيليها، هي مش هتطلع كتير ان شاء الله، يعني بتطلع حبه صغيرين. اهو زي ما انتوا شايفين كده، انا شلتها كلها وبعدين غطيتها. كل شويه بديلها تقليبه كده، القوام بتاعها كل مدى بيتقل معاكي، يعني هو بيبقى خفيف شويه، وكل ما بيتحط على النار اكتر كل ما بيتقل اكتر، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت، يعني كل دقيقتين كده تقلبيها تقليبه. خلاص هي بتتقلب، كل شويه بقلبها معاكم اهون. استوت معايا كده دلوقتي، خلاص استوت معايا. شلتها بقى من على النار نشوف هنعمل فيها ايه. انا حطيتها كده وقمت ضربها بالهاند بلندر. لو انت عندك خلاط حطي فيها اضربيها فيه، بس الخلاط ما ينفعش تضربيها فيه وهو سخن، لازم تستنى عليها لما تبرد. وانا بقى مش هستنى لما تبرد، فايه ضربتها بالهاند بلندر كويس جدا لحد ما تنعم معاكي خالص. شايفين القوام بتاعها تقيل ازاي؟ بس هي دلوقتي انا مش مدياني القوام اللي انا عايزاه بالظبط، فانك تعمليها بقى تديكي القوام اللي انت عايزاه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي. حطيت ربع كوبايه ميه مغليه، حطيت عليهم معلقتين اتنين جيلي فراوله او جيلي توت. انا بصراحه عندنا في المكان اللي احنا فيه ما كانش متوفر جيلي توت، فجبت جيلي فراوله. معلقتين اتنين حطيتهم كده، دوبتهم في الميه وقمت حطاهم على المربى. دولت بقى اللي بيعززوا القوام بتاعها وبيديلها طعم برضو جميل جدا، بيعزز الطعم ويعزز القوام ويخلي القوام بتاعها يديك القوام اللي انت عايزاه بالظبط. بيتقل القوام سيكا، هو اصلا القوام بتاعها تقيل بس انا عايزاه تقيل شويه، فهو بيتقله القوام اللي انت عايزاه. بنديلها تقلبتين كده على النار. والليمونه دي يا حبايبي بنحطها يعتبر ماده حافظه للمربى، ما بتغيرش الطعم ولا بتأثر فيه خالص، بس هي بنحطها ضروري علشان هي دي المادة الحافظة اللي بتحفظ المربى، ان انتي لو حطيتيها في يعني مدة طويلة في التلاجة. دلوقتي خلاص ما خدتش معايا والله يا حبايبي، يعني ما يكملش نص ساعة بالظبط، وخلاص وجهزت المربى معايا. عملنا برطمانين اتنين كويسين، واحد كبير شوية وواحد صغير شوية، وشوية كمان مش مكلفة وهو خالص بصراحة. ويلا نلحق الموسم قبل ما يخلص. حاجتك في بيتك تنوري بيتك وتخلي كل حاجة فيه. يلا وريهم شطارتك وحلاوتك واعملي لهم مربى التوت. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي اشتركوا معانا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام. بتاعت كده